الحقيقة إن شيكو من الممثلين القليلين اللي عندهم قدرة على صناعة الشخصية وفن صناعة الشخصية، إن تكون كل شخصية مختلفة عن التانية. شيكو من الكوميديانات القليلين آخر 15 سنة اللي يقدروا يعملوا الموضوع دوت، إن تكون كل شخصية تحس إنها شخص تاني مش نفس الشخص. وهنا بتبان القدرات التمثيلية للممثل، ما بين ممثل بيعمل شخصية واحدة بيفضل يكرر فيها أو شخصيتين تلاتة بالكتير ويفضل يلعب فيهم رايح جاي، وما بين ممثل بيعمل لكل دور شخصية مختلفة في طريقة الكلام، حتى في لغة الجسد، في الماشية، في كل حاجة حرفيا. اللي بيميز شيكو إن أنت بتطلع من المسلسل أو الفيلم فاكر اسم الشخصية، دايما بتطلع من أي عمل هو عامله فاكر اسم الشخصية وطريقة كلامها. دايما مع كل عمل بينسيك مين شيكو وبيفكرك دايما مين هو وسيم السريتي، مجدي نخنوخ، وبدير الأنصاري، وأكيد طبعا شيماء. شيكو من أهم الكوميديانات اللي ظهروا آخر 15 سنة. رأيي هو أتقل واحد في الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، دايما أتقل واحد فيهم. دايما في كل عمل عملوه بيطلع دايما هو شيكو. دايما حتى في الحرب العالمية فاكرين توت، شيماء أكتر شخصية علمت معانا في بنات العم. إنه شيكو مهدور حقه إعلاميا أو موهبته، لأنه مش شخص بيطلع في برامج ياما أو بيعرف يتكلم عن نفسه كتير. واللي بيميز شخصياته كمان إنها كلها ينفع يتعمل منها أعمال لوحدها. يعني دايما بدير الأنصاري ممكن يتعمل عنه فيلم لوحده. مجدي نخنوخ أحب جدا أشوف فيلم كامل عن مجدي نخنوخ. اللي في رأيي شيكو أبدع في التمثيل، يعني حركات الوش مع لغة الجسد تحس فعلا إنه كأنه يعني أنا حرفيا شيكو أبدع جدا في الدور ده. يعني تحس إنه فعلا كان خايف تمثيل وحركات وشه. يعني بالنسبة لي ده أتقل دور لشيكو. دور مجدي نخنوخ، يعني تخيل معايا دور بيبتدي بقاتل مستأجر فجأة بيتقلب يعني حقيقي الفيلم دوت أصلا من أكتر 20 فيلم كوميدي ضحكوني آخر 20 سنة مثلا، أو آخر يعني ممكن يكون من أكتر توب 5 أفلام مثلا فيلم ألبومه. والفكرة كمان كانت كرييتيف وقتها ولغاية دلوقتي برضه، رغم إن عدى على الفيلم 5 سنين إلا برضه لو نزل دلوقتي هينجح نفس النجاح.